هلو، عاملين ايه؟ جاي النهارده. بصوا يا جماعه، لا اخفي عليكم سرا، ولكن كان المفروض ده الفيديو ده من بدري. بس يا جماعه انا جيت تعبانه جدا فما قدرتش. وعلى فكره الحاجات كلها لسه متغلفه. طبعا زي ما انتوا شفتوا في عنوان الفيديو هنعمل انبوكسنج لحاجات العيد. عايزه اقول لكم ان في اوردر لسه ما فتحتوش اصلا، لسه ما جبتوش. كنت هلبسه كانت هتبقى ساعه، كنت هلبسه مع الطقم. فاتمنى اصلا لما اروح اجيبه لما ننزل، لان هخرج لسه مش عارفه الصراحه هقدر اصور لكم ولا لا. بس لو قدرت ان شاء الله هحاول احط اللقطات في الفيديو شغال بس المهم تعالوا هنعمل اول انبوكسنج بالحاجات اللي معايا دلوقتي عشان نقدر استعملها. وعلى فكره انا ما قداميش وقت ان انا استعمل اصلا حاجه منها، فمش مشكله. الحاجات دي المفروض كانت تبقى جايه لايه؟ ليالي العيد، ليله العيد يعني. اصلا دلوقتي الفجر بيأذن، فيا جماعه يعني على صلاه العيد ما عادش كتير اصلا. اوكي يعني الحمد لله انا قمت دلوقتي مش عارفه الساعه الفيديو هينزل امتى، لان انا منزله اصلا فيديو في رمضان لسه امبارح، بس مش مشكله. بصوا بقى، احنا اولا جبنا من محل احنا بنجيب منه على طول، فهو عرفنا فجاب لنا جفتات مع الحاجات اصلا. تعالوا اوريكم انا بصوها صغيره بس هي والله كبيره. اول حاجه ده مش فاكره، تصدقوني انا مش فاكره، انا هجيب حاجات كتير اوي. اتمنى صوتي يبقى واضح من الصلاة، بس انا محتاجه اصور دلوقتي. التغليف تحفه يا جماعه، بجد تحفه. تقريبا دي مسكرة، مسكرة، بس طبعا مش عارفه يا جماعه افتحها ولا لا التغليف بتاعها تحفه بجد. فسيبوها نبقى انا افتحها في فيديو، او ممكن اختي اللي تفتحها في فيديو عندها. بس يعني دي اول حاجه. تاني حاجه جبنا حزام اسود، تحسوا تكون حاجه مهمه مع حاجات اللي بيبقى كده. بص دي انا جبتها، هي مفروض للتدليك فروة الشعر. انا مفروض في حاجه كنت بعملها اصلا، يعني عملتها قبل العيد بيومين كده، بس مصورتش معاكم فيديو. فديت من جوه يعني هنا بتبقى سيليكون. المفروض نعمل مثلا حمام دي هنشيله اصلا. بصوا ده كله سيليكون، وبتتعمل بقى كده فروة الشعر. دي برضو انا جايباها لفروة الشعر. ده بلاشر اول مرة نجربه. لا سوري، مش ده البلاشر، ده روج عادي. البلاشر بجد يا جماعة اشكالهم بقت قريبة لبعض، تحسوا الروج هو البلاشر حاجة غريبة كده. انا مش جاهلة يا جماعة والله بجد، بس هما كله بقى شبه بعض بجد. اوكي ده روج. تقريبا فرشته كبيرة شوية، لا ده صغير بس متناه. الدرجة بتاعته تحفة. هتشوفوا اكيد مع لبس او طقم. وجربنا ده كله بيجيبه، كان طالع الفترة اللي فاتت ترند اوي الصراحة. وكله كان بيقول حلو جدا الصراحة، مكذبوش. ده اللي فرشته كبيرة. شوفوا بجد تحفة. انا لسه مجربتوش، جربته بس كنت جربته على ايدي، فالدرجة بتاعته تحفة بجد يا جماعة. وده ايلاينر. ايه ده؟ شوفوا يا جماعة، فتحته اصلا عمل في ايدي، برضه تحفة. واصلا القلم تغليفه حلو قوي يا جماعة. بصوا بجد مبتروحش، بجد تحفة. ده مايت سينما يا جماعة برضو،
درجتين، ما جبناش اللي هو بيكون فيه شفاف، لان انا اصلا اوريدي عندي لسه روج شفاف. دول درجات، واحدة كشمير واحدة قلب على بني شوية او نبيتي اكتر. كل ده بقى هتشوفوه في مثلا مع فيديوهات الليبسينج وكده. ده البني او تحسوه يعني سوري كشمير. ده بقى اللي بقولكوا عليه ان هو بلاشر، يعني هو اصلا اتنين اتنين في واحد. بصوا يعني شقلبوا الكاميرا اسهل. بصوا برضو الفرشة بتاعته، احنا المرة دي بنجرب حاجات احنا اصلا مجربناش الفرشة العريضة دي قوي، فلذيذ قوي. كانت المفروض اختي تعمل معايا الانبوكسنج ده، بس هي تعبانة فما قدرتش تعمله. وجبنا التوكتين دول، اخدناهم هدية اصلا معاهم. دي بتاعتي ودي بتاعت اختي. واخدنا برضو هدية تانية بقى ايه، شنطة الكيوت دي لذيذة اوي، بس احنا برضو اللي اخترنا اللون. بس هم كانوا طالبين تقريبا حاجة بتاعت الحواجب. كل الكيس ده على دي بس يعني ماشي. دول هما لبس العيد بقى يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا جبت الهدوم وما لحقتش اجيب بنطلون، ما لقيتش وقت اصلا. الوقت ده ما لحقتش اجيب سوري يا جماعة شوزة. كان بناطيل، انا جبت بناطيل يعني، انا جبت طقم مثلا كامل وما جبتش بقى الشوزة بتاعتها ولا شنطة، ما لحقتش بجد. ده اول حاجة، ده جالي هدية في خط من قدام كده ونازل على واسع وفي فتحة من تحت. هقوم اوريكم دلوقتي عشان هختار منهم اوتفيت. اما هدومي بقى للعيد، جبت البلوزة دي لونها تحفة تحفة بجد يا جماعة. بس عايزة اقولكم حاجة، يعني اسعار العيد الفترة دي البلوزة ب800 جنيه 1000 جنيه، يعني عارفين انتوا اللي هو طب ليه؟ او ممكن اجيب يعني ايه اللي جابرني. مطقمة بقى مع البلوزة دي البنطلون التحفة ده. بصوا من غير زراير كده. بعشق الستايل ده الصراحة. انا معرفش اسم الستايل ايه، بس انا بحب اللي هو الستايل اللي جاي من تحت واسع ده. عندي منه اصلا بنطلون تاني بس درجة تانية جينز برضو، وعندي واحد برضو بينك، فعندي درجتين يعني. وده كانت قلت. اغلب اللي انا جايباهم صراحة بنفس الستايل، يعني حتى الاسود برضو الجديد ده بنفس الستايل، لان الستايل ده لذيذ احسن من نلبس كله كده، ما عادش بحس ان هو حاجة. جبت الشميز ده، هو بصوا هو من قدام مفيهوش اي حاجة سادة، بس من ورا في زراير، فشكله برضو لذيذ اوي. ضيقت عليه بقى البنطلون الخطير ده يا جماعة، كانت درجته خطيرة خطيرة وستايله تحفة. انا زي ما قلتلكوا كله بستايل الواسع من تحت، لانه اشيك ستايل بناطيل تقريبا. انا بحب الواسع بجد. البلوزة الخطيرة برضه دي.
هي بس محتاجة تتكوي كويس وهتكون كويس اوي. وده شكل الايد واسعة وبس، يعني مش واسعة خالص. بصوا هنا ده بس اللي مفتوح، لكن الباقي مقفول كله. فتحفة في اللبس برضو تحفة، بس يعني مدخل مثلا جزء من قدام بس بيكون مظبوط. بصوا بقى ليقتها مع البنطلون برضو درجته الخطيرة بجد خطيرة. ده كل البناطيل اللي انا جايباها بنفس الستايل ودرجاتهم يا جماعة تحفة بجد. بص الحاجات دي بقى اغلبها مثلا هنلبس يا شميز يا هيكون مثلا تحته او اسمه ما تقول عليه. المهم يا جماعة انا ممكن اعمل لكم بقى فيديو انبوكسنج لحاجات شي ان صراحة انا هستعملها منها دلوقتي. يعني انا هروح استلمها من اللي انا طالباه منها يعني. ف في حاجات اوريدي كنت جايباها من على شين، وحقيقي في حاجات كنت جايباها كنت هرميها واستفدت منها. وكنت جايبة ساعة ابل واتش بس صغيرة خالص كده، كانت تحفة على فكرة وكانت شغالة. بس المشكلة بس الوحيدة اللي حصلت معايا ان الشحن بتاعها باظ، فانا مش عارفة اجيب لها شحن تاني، فمضطرة ان انا ايه اجيب برضو حاجة اونلاين تاني. المشكلة أنا في الشواحن كده يعني كان الشحن الاصلي بتاعها فكنت اوكي، فعشان كده ما جبتلهاش شاحن الصراحة. اللي هي دي صغيرة صراحة. فانا جبت بقى واحدة جديدة بالشكل ده، هوريها لكم ممكن بقى لما البس وننزل وكده اروح استلم الاوردر بالبنت. اتمنى بس ان هي تبقى موجودة. حاجة كمان للمكتب يا جماعة. بس اقولكوا حاجة، انا اوردرتي على شي ان بتتمحور حوالين مكتبي والحاجات اللي انا بستعملها. يعني اوريدي الستاند اللي انا حاطه تليفون عليه دلوقتي برضه من شي ان، وعايزه اقولكوا يعني كل حاجه بعملها بيه تقريبا، بس برفعه بس على حاجه يكون عالي شويه. بس تعالوا بقى نقوم نلبس كده ونشوف. مش عارفه برضه بفكر اعمل فيديو على الانستا، فمش عارفه هل هلحق كل ده. صراحه يا جماعه انا كان نفسي اعمل الانبوكسنج ده سوا جدا، فكويس ان انا عملت منه جزء، ومش عارفه بقى بقيه الفيديو هعرف اعمله ولا لا كده. ولو جبت ان شاء الله بعدين بقيه الطقم العيد الكوتشي وشنطه مثلا وكده برضو ايه هتلاقي كل حاجه على الانستا يا جماعه، عشان انا منزل حاليا هناك لبسنج كله هناك. يلا باي. مش باي. شفت البريل. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. دقيق شايفه كله نتيجة تصورين كاميرا